طبخت أكبر سمكة تونة جات لي هدية من البحر الأحمر. السمكة ما شاء الله كان حجمها كبير، ولو انتوا عندكم سمكة بالطريقة ديّة هاقول لكم إزاي اللي إحنا بنقطّعها وأفضل طريقة ليها لطبخها. أنا كنت قبل كده أمّا كنت باعملها كانت بتبقى حجمها صغير اللي متوفرة عندنا هنا في الأسواق، لكن هي جات لي هدية، فهدية مقبولة، هدية ما شاء الله جميلة جدًا. شكرًا على الهدية الجميلة دي، وأنا عملت بيها الصينية التحفة اللي أنتم شايفينها دي، صينية ما شاء الله مفيدة كمان عشان إحنا حاطين تحتها خضار، شرايح البطاطس وشرايح البصل وكمان الفلفل الألوان. وهاقول لكم كده على تتبيلة حلوة أوي تقدروا اللي أنتم تعتمدوها في جميع أنواع الأسماك، تنفع جدًا مع سمك المكاريلا أو السمك السنجاري، بجد تحفة. إن شاء الله تتابعوا معايا الفيديو تستفيدوا. بصوا بقى البطاطس عاملة إزاي، والسمكة كمان لحمها مستوي جدًا، عشان هاقول لكم على الطريقة اللي خلّتها كده رغم إنها كبيرة، يعني حجمها كبير بس هي مستوية كويس جدًا، والتتبيلة بتاعتها تحفة. تابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله تستفادوا. نسمي الله ونبدأ الوصفة. أول حاجة بعد ما غسلت السمكة كويس جدًا، والحقيقة هي كانت جاية مفتوح بطنها ومتنضفة، بس طبعًا أنا نضفتها كويس بالفرشة من جوه تنزّل أي دم أو حاجة، وهي ما فيهاش قشور، الجلد بتاعها أملس كده، فدعكتها كويس جدًا بالملح الخاشن وبالليمون. بعد كده بسكينة حامية قطعتها كده شبه الستيك أو شبه كده قطع اللحمة، وهي كمان بيكون لونها بني، بني كده وتشبه تشبه لون اللحمة، فأنا قطعتها سميكة شوية، تقدري طبعًا تقطعيها أرفع من كده لو حابة. نيجي بقى هنا للبهارات، البهارات بتاعتي ملح وفلفل أسود وكمون وكزبرة وكمان بهارات سمك مهم في الوصفة هنا، وفلفل حامي وليمون، وأكيد طبعًا التوم أنا كنت سايباه في الكبة عشان هاضيف له بقية المكونات. جِبت هنا بقى فلفل ألوان اللي هو الفلفل الأحمر والأصفر وكمان الفلفل الرومي الأخضر، هاستخدمه في الوصفة تحت الخضار، وكمان هاخد منه أجزاء، يعني هاخد منه ثمرة من كل نوع وهاحطها في الكبة مع التوم بالإضافة كمان للبهارات علشان أعمل الخلطة. الخلطة هنا بجد تحفة حلوة أوي، تقدري تستخدميها في جميع أنواع الأسماك مش بس في تتبيلة سمك التونة. زي ما أنتم شايفين بقى هنا، أنا هنا قطعت كده الفلفل لشرايح وهاخده هانزّله في الكبة مع التوم، وهاضيف له كمان شوية زيت زيتون هيكون شكله بالشكل ده. ولسه ما ضفتش البهارات، أخدت بقى زوّدت له كمان، حسيت إنها ناشفة شوية فزوّدت لها كمان زيت زيتون، وبعد كده أخدت البهارات بتاعتي وهانزّلها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف، ونزّلتها هنا على بقية التتبيلة. بجد التتبيلة دي ريحتها تحفة، حلوة أوي، أنا باعتمدها في جميع أنواع الأسماك مش بس في سمك التونة. بعد كده أول حاجة جِبت grill كده على النار أو طاسة، وهاحط فيه بقى هنا زيت زيتون وكمان معلقة من السمنة. النار بتاعة البوتاجاز متوسطة، ما ينفعش إنها تكون عالية، لإنها لو عالية طبعًا هتحرق السمنة أو الزبدة اللي معايا، وزيت الزيتون كمان مش بيُفضّل إن إحنا نحمّر فيه حاجة، أنا حاطاه بس هنا عشان التيست، وطبعًا ضِفت له هنا الزبدة عشان ما يتحرقش، فعشان كده النار تكون متوسطة، ومجرد ما السمنة كده أو الزبدة تسيح هننزل على طول بشرايح السمك. أنا ما كانش متوفر عندي زبدة فحطيت معلقة سمنة، لو زبدة هتكون أفضل هتعلّي التيست معاكِ. مش هاقلّب إن السمكة على الناحية التانية غير كده لمّا تاخد لون وتاخد التخصيصة بتاعة الجريل عشان يكون شكلها جميل، وتكون المسام بتاعتها اتقفلت، يعني كده من حوالي 3 دقايق ل5 دقايق. تبّلتها وبهرتها كده بملح وفلفل أسود بس، لإني أنا طبعًا اكتفيت بالبهارات اللي أنا حاطاها في التتبيلة. بعد كده قلّبت السمكة على الناحية التانية، بصوا بقى شايفين ما شاء الله اللون بتاعها عامل إزاي. بجد لونها جميل جدًا، عايزة أقول لكم إن أنتم لو عندكم شواية فحم ممكن تاخدوها زي ما هي كده، بعد كده تحطوها على الجريل بتاع الفحم، تحفة مش محتاجة بقى أي تتبيلة ولا أي حاجة خالص، أو كمان ممكن تضيفوا لها التتبيلة على الفحم برضه هتكون حلوة أوي. لكن أنا بقى هنا هاعملها في الصينية، وبعد ما قلبتها من الناحية التانية بهرتها برضه بالملح وبالفلفل الأسود. وأول ما الوش التاني ياخد لون هاشيلها علشان أحط بقية السمكة، لإنها ما شاء الله كانت كبيرة، فطبعًا ما كفتش بقية الجريل، فعشان كده عملتها على مرتين. وهنا كانت شربت الزيت فزودت بقى شوية زيت وكمان معلقة كمان من السمنة، وهاحط بقية السمكة وهابهرها برضه بالملح وبالفلفل الأسود، وبعد كده هنكمل التسوية بتاعتها في الفرن.
علشان أحضّر صينية الخضار اللي هاحط فوقيه السمكة وأدخّلها الفرن، جِبت فلفل ألوان وقطّعته شرايح زي ما أنتم شايفين كده، وكمان فلفل حامي، وحبّتين من البطاطس قطّعتهم برضه شرايح، وبصلتين كبار قطّعتهم كده حلقات، وحطيت في الصينية من تحت الأول البطاطس عشان هتاخد سِوَى شوية، وبعد كده أهوّة رصيت فوقيها البصل والفلفل الألوان، وكمان قرنين من الفلفل الحامي، وجِبت التتبيلة بقى الروعة اللي ريحتها جميلة جدًا، حطيتها كده فوق الخضار علشان الخضار ياخد من التتبيلة، وبجد هتحبوه كمان أكتر من السمكة، وهيتغمس كده أو يتحط على الرز هيبقى تحفة. وزّعي بقى كده كل التتبيلة بتاعتِك، بعد كده هناخد السمك اللي إحنا شوحناه في زيت الزيتون وفي الزبدة أو في الزيت أو في السمنة، وهنبتدي اللي إحنا نوزّعه كده على الصينية، وهنغطيه بورق فويل وهندخّله الفرن على درجة حرارة 200 هيقعد بالضبط ربع ساعة. بعد ما الصينية طلعت من الفرن جبت حتة فحمة وحطيتها على البوتاجاز وولعتها، بعد كده طفيتها بمعلقة من الزيت وغطيت تاني بورق الفويل لمدة دقيقتين كده 3 علشان السمك يكون مدخن وياخد كده من ريحة الفحم، بجد هيكون طعمه جدا جميل، كأنه بالظبط كده مشوي كأننا شويناه على الفحم. جربوا فعلا تركة الفحمة كده في الآخر بتفرق جدا في الطعم، وكل اللي دقها ما كانش عارف يميز هي مشوية ولا محطوطة في الفرن، بجد جميلة جدا. زي ما أنتم شايفين اللحم بتاع السمك مستوي جدًا، علشان إحنا طبعًا ادينا له صدمة الأول قبل ما ندخّله الفرن، والخضار كان طعمه تحفة، وكان لذيذ جدًا كده بالعيش، إن شاء الله تجربوا الوصفة دي النهارده وتعجبكم، ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسونيش في اللايك وفي تعليق حلو.